هذه كرة داخل منطقة الجزاء، تطير سفيان ما يتسرعش، يحافظ على الكرة ديالو، يراوغ تمريرة دخول داخل منطقة الجزاء، تصويبة أول محاولة، تمريرة تنفذ، كرة في القائم الثاني لإنزال محاولة، كرة رجوية من الجهة اليمنى، يسري بوزوق يلعب هذه كرة تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، فرصة تصويبة ومباشرة إلى خارج خط الخلفي. كرة تنفذ من الجانب العمري، البحث عن الانسلال الهجومي، خاصة بتواجد الآن هشام بوسفيان السليم. كرة أمامية، تمريرة عرضية جانبية، كرة من المكعاصي بعيدة، رجعت مرة ثانية تكون من جانب فريق الوداد، لو أن مرة كان بإمكانها تحمل جديد تمريرة عرضية جانبية من البوركسوت والأسرع والأقل. نوفل زروني، تمريرة أمامية، محاولة نوفل زروني، تمريرة ديالو داخل منطقة الجزاء، فرصة تغطية ديال الدفاع، الرجاء يندفع للأمام، تمريرة جهة اليسرى، يسري بوسوق بالعمري، صابر بوغرين، مهدي بومباريك، تصويبه ديالو ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب المناسب على مستوى الخط الهجومي. الرجاء الرياضي حتى هذه اللحظة 37 هجمة، ونشوف هنا كرة اللي كان بالإمكان ديالها أنها تحمل جديد، ولكن هنالك التغطية الدفاعية ديال فريق الوداد الرياضي. هذا من الفتي يرفع لي كرة داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب الدفاع من جديد لصالح فريق. صابر بوغرين يرفع هذه كرة أمامية مباشرة صوب الحارس، وضيعة مبارك. الانطلاقة الهجومية، كرة رجوية، دخول داخل منطقة الجزاء، تمرير وتواجد على مستوى خط دفاع من أمين أبو الفتح بالعمري، حافظ على الكرة ديالو، رجعت مرة ثانية رجوية، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة تغطية جبران، كرة أمامية الجهة اليمنى، عملية هجومية للوداد داخل منطقة الجزاء، والحارس يصد ثم تعود من جديد ودادية. قبل ذلك هنالك راية مرفوعة من أبرز العمليات الهجومية من جانب فريق الوداد الرياضي. لاحظونا لعبت بهذا الشكل بهذا الشكل. صابر بوغرين، تمرير في اتجاه يسري بوزوق، يحافظ على الكرة ديالو، يحاول يدخل داخل منطقة الجزاء، يرجع الكرة ديالو من جديد عند ادم الفتي، تصويبه مباشر. بوسفيان قام بالمراوغة، تمريرة ديالو في اتجاه صامبو داخل منطقة الجزاء، كرة أمامية مطولة ومباشرة إلى خارج. لاحظوا لنا الطريقة ديال الانسلال، صامبو التصويبة ديالو مشات بعيد. شوفوا هنا كرة تنفذ في القائم الأول، أولى تسير نحو النهاية في الوقت اللي تابعنا، يعني هذه المحاولة من جانب قطاع الوسط، مكعزي الأسرع لاستلام الكرة الماضية، البحث على يسري بوزوق، يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية ديال الدفاع صابر بوغرين، محاولة بالراس، إبعاد للخطورة يأتي من تدارك الامر، تعود من مره اخرى لصالح فريق الرجاء الرياضي، انطلاقه هجمه للرجاء، عمليه هجوميه، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله، فرصه، صويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. ولكن قبل ذلك اعتقد انه هناك راي مرفوع من الحكم، الطريقه ديال الانسلال ديالو على المستوى الخط الامامي. لاحظوا هنا اللقطه اللي من خلالها اعلن الحكم على التسلل ديال نوفل الزرهوني. كره اماميه، محاولة من جديد للرجاء الرياضي، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، خروج كرة في الخط الأمامي، كان ديال التمرير العرضي، مر ممتاز صابر بوغرين، تمريرة عرضية جانبية، هدف بنيران صديقة، هدف لم يكن أحد يتوقعه بهذه الكيفية، هدف يأتي ليعلن الرجاء هو المتقدم في مباراة اليوم. كيف لعبت، كيف جاء الهدف، كيف جاء الهدف، الطريق. إبراهيم يضع الكرة في المرمى، شوف هنا صابر بوغرين نزل الكرة ديالو، بعد ذلك قام بمراوغة فريدة جيدة. لاحظوا تمريرة عرضية جانبية بهذا الشكل هذا، ثم يضع الكرة في المرمى اللاعب الودادي، المدافع اللي وضع الكرة في المرمى هشام إبراهيم، الذي لم يتمكن من تقدير الكرة بشكل جيد. لاحظوا مباشرة المرمى في الديربي بين الوداد والرجاء، يأتيك الهدف الأول مرة أخرى، تكون للوداد الرياضي الذي يواصل البحث والعزيمة من الجهة اليسرى، عملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء ويحصل على الزاوية.
العملية الهجومية، السرعة من سيفتي بورا، تمريرة داخل منطقة الجزاء في غياب متمم للعملية إلى خارج في خط الوسط. انطلاقة رجوية، كرة في اتجاه مكعزي، الانطلاقة هجمة، محاولة اختراق دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة عرضية جانبية، فرصة والهدف، ثاني الهدف للرجاء اليوم. بزريدة يضع الكرة في المرمى، معلن عن الهدف الثاني للرجاء في ديربي الوداد والرجاء. نعم، زريدة يغير العنوان، يغير النتيجة. هدفان مقابل لا شيء. نظرة ومتابعة من جانب زين باور. تنتهي البقية أكيد أنهم سعداء بما تم تحقيقه في العملية الماضية. هذه لقطة تختزل أشياء عديدة من تلقى الهدف الثاني القاسي الصعب. شوفوا هنا اللقطة، غياب التسلل على مستوى بناء هذه العملية الهجومية. الانطلاقة السريعة من جانب يسري بوسوق، تمريرة بالمقاس، زريدة يضع الكرة في الشباك، معلن عن ثاني الأهداف في ديربي البيضاء الذي يلعب في المحمدية. الأخضر اليوم يحلق عاديا، الأخضر اليوم يظهر على أنه حقق الهدف الثاني ويسير بنتيجة إيجابية في ملعب البشير. المطيع دخلت شباك كرتين اثنتين جاءت بهذه الشكل وبهذه الطريقة. هذا زريد السعيد من الرجاء الرياضي، كرة على مستوى الخط الأمامي، تحضير تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء. الرياضي سيؤكد النتيجة، كرة أمامية، محاولة هجومية من الجهة اليمنى، براين كرة أمامية، محاولة هجومية، تمريرة داخل منطقة الجزاء. في آخر المطاف تحضير من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، حمود تحضير رأسية ممتازة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي. العميد بنفسه يصعد للخط، يبحث عن رأسية لتكون في شباك الحارس أنس زنيتي. لعبها بهذه الطريقة وبهذا الشكل، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر. أنس زنيتي تابع بالعين المجردة. لاحظوا كيف جاءت هذه العملية، هذا الانسلال وهذا الاندفاع الخط الأمامي بالبولكسوت. الانطلاقة الهجومية من الجهة اليمنى مرة ثانية، الانسلال، تمرير عرضي جانبي وبالصن. ضروني يتقدم، تصويبة أمامية مباشرة، والحارس يتمكن من إيقاف هذه الكرة في مناسبتين اثنتين. المطيع الذي تمكن قوية مباشرة بهذا الشكل، خذ وقته الكافي وتعامل معها بندية. لاحظوا ردة فعل زريدة، تعود مرة أخرى هذه الكرة بالراس، وتمريرة جانبية هذه أمامية، هجمة مرتدة مضادة سريعة للرجاء الرياضي داخل منطقة الجزاء، وتغطية. كرة من جانب فريق الوداد الرياضي، لا زال يواصل المسير، يبحث عن الحلول في الخط الأمامي. تمريرة أمامية للرجاء الرياضي، عملية هجومية تأتي من خلال تمريرة عرضية جانبية، وأمين أبو الرجاء الرياضي الذي يسير